في آية في سورة الحديد ربنا بيقول فيها كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. أي حاجة هتحصل في حياتك هتهدك، حاسس إنها كسرتك، ما تحزنش عليها. ولو جات لك حاجة كويسة جدا والدنيا طلعتك فوق ولقيت نفسك بقيت حاجة عظيمة، تفرحش قوي برضه، لأن زي ما ده كان اختبار ده كمان اختبار، كلها اختبارات. المطلوب من الآية دي إن أنت تبقى معتدل في كل حاجة، لأن أنت ليك دور هنا في الحياة بتعمله، وكلها يومين 3 والوقت ده بيخلص. فأنت اعمل الدور، ما تفرحش قوي بحاجة، ما تحزنش قوي بحاجة، لأن أنا مريت بالاتنين، مريت بالفرح قوي ومريت بالحزن قوي. ولما تبص دلوقتي صدقني والله كل واحد. اهلا 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 يا استاذ خالد، يا أهلا بيك، اتفضل اتفضل. ازيك؟ تمام الحمد لله، ايه الاخبار؟ كله فل، نحمد ربنا. يا رب دايما نورني، وشكرا انك جيت. يا ربنا يخليك. رغم انك مشغول وفضيت وقت وجيت، فدي حاجه بشكرك عليها جدا، وكل اللي بيتفرج علينا كمان هيشكرك لان انت هتفيدنا بحاجات ربنا ملهمه. يخليك، تسلم يا حبيبي، الله يبارك فيك يا رب. استاذ خالد، ايه حكايتك؟ بص يا سيدي، انا حكايتي فيها شقلباظات كتير، فخليني ابتدي مثلا من وانا في الكليه. وانا في الكليه كنت بعمل سكاي دايفنج، مع اللي هو القفز بالمظلات وباراشوتنج وبتاع. وفي الجيل بتاعنا كان مشهور جدا ان بيجي فتره الصيف، فالشباب كلهم بيحاولوا ياخدوا فيزا امريكا ويسافروا امريكا، يقعدوا شويه يشتغلوا ويعملوا لهم قرشين ويرجعوا تاني. اللي واحد صاحبنا جاب عربيه من الحكايه دي بقى 3 4 مرات بيسافر، فقلت اسافر زيهم. فطب هناخد الفيزا بتاعت امريكا ازاي؟ كل بقى اللي كانوا معايا في التيم قال لك سهله، انت هتروح تقول لهم ان احنا هنروح نعمل تريننج وتدريب في الباراشوتنج وبتاع، وهيدوا لك الفيزا. في الوقت ده انا كنت بكتب كده شخبطات شعر كده بالانجليزي، فلقيت في مسابقه كده معموله في نيويورك، وبيقولوا اللي عايز يدخل يقدم الشعر بتاعه يقدم. فقدمت طبعا، وانا يعني يعني قدمتها كده وخلاص يعني. قبل بقى ما يجي ميعاد السفاره بيومين تقريبا، لقيتهم باعتين لي جواب للبيت ان انت خلاص تم اختيارك، ولو تقدر تيجي امريكا علشان المنافسه هتبقى يعني تيجي تحضرها وبتاع. قلت والله دي حاجه عظيمه جدا. ده هم مهتمين جدا، الناس دي عايزين فنان. حاجه زي كده، وانا والله ولا ليا في الشعر ولا حاجه، انا بكتب حاجات كده يعني. تمام. بس يا سيدي، فقمت واخد نفسي وقمت طالع. قلت اشوف بقى ايه انا في السفاره دي هيبقى الدنيا ماشيه ازاي. انا كان معادي الفتره المسائيه، هم كانوا مقسمين الموضوع ده فتره صباحيه وفتره مسائيه. كل زمايلنا اللي راحوا الفترة الصباحية بسم الله ما شاء الله كلهم أخدوا فيزا 5 سنين مقبول، كل زي اتقبل. الفل. حلو. أنا رايح بقى الفترة المسائية، الناس تمام. بتكلمني بالتليفون وكله تمام وزي الفل، فأنا رايح بقى لقيتهم كلهم راجعين كده طالعين من كله واخد ريجكت. ايه يا جدعان في؟ قال لك هم كانوا بيدوا بس اكسبت الموافقه بتاعتنا بتاعت الفيزا الصبح، بس بالليل كله والفتره المسائيه كلها الناس اخذت مرفوض. ده ايه اليأس ده انت ايه لسه في اول الحظ ده؟ المشوار. ايه مكلمين يا الحظ جماعه ده؟ والله. رحت دخلت لقيت لك بقى جاء اخدت رقم، نادوا عليا، رحت لسه باقف في الشباك، لقيت الست فعلا حافظه اللي هي هتقوله بالظبط علشان تدي لك الرفض وخلاص. اسمك ايه؟ تعرف حد في امريكا ولا لا؟ عندك فلوس في البنك؟ حسابك ايه؟ قلت لها ثانيه واحده بس والراحه عليا، انا رايح عشان ده. قالت لي ايه ده؟ بصت كده قلت لي ده انت شاعر؟ قلت له اوه امال كان ايه؟ امريكي، اصول امريكيه حضرتك. فقعدت تبص قالت لي انت فعلا رايح المنافسه دي؟ قلت لها اه طبعا طبعا. قالت لي طب ده حاجه كويسه جدا. يا جماعه يا جماعه، ابتدت تنده على كل الناس، تابوا كلهم قاموا سايبين اللي بيعملوا معاهم انترفيوهات وكلهم اتلموا حواليها. احنا معانا ده رايح يعمل مسابقه شعر عندنا في نيويورك وبتاع. وكام واحد بقى كانوا ايه من المصريين اللي بيشتغلوا في السفاره، ربنا يوفقك وبتاع. اه يا فنان يا نجم، فجأة اتقلبت الموضوع عليك من انت واحد اصلا داخل تاخد رفض، لان اه الناس كلها اتلمت حواليك. ده الفنان بتاعنا في امريكا. وطبعا جه في حلمك بقى واحلامك وطموحاتك، ده انا يوه لسه في بقى. السفاره وبيعاملوني كده. امال تخيل بقى لا. لما تروح امريكا هتعمل ايه بقى. عارفين ازاي؟ انا لسه تعرف لما رحت امريكا عملت إيه. رحت امريكا. رحت امريكا. امم رحت مع واحد امتى؟ صاحبي. معلش انا اسف، سنه كام؟ كانت في السنه اللطيفه 2001. يا سلام. انا رحت في 9/11. انا اه. حضرت 9/11 هناك، بس انا عظمه. كنت في كاليفورنيا. تمام. فكنا رايحين، كنت رايح مع واحد صاحبي ورايحين في يعني اللي هيستقبلنا واحد صاحب والده امم عنده هاوس كده لطيف، ادانا اوضه هناك، اجرنا اوضه قعدنا فيها. وطيب يلا بينا بقى، هنعمل ايه بقى واحنا في امريكا؟ تعالوا ندور على شغل.
طب هندور على ايه؟ قال لك في سوبر ماركت كبير، هايبر كده كبير كده، موجود عندنا هنا في بالبوا ستريت، روحوا شوفوا لو تعرفوا تشتغلوا فيه. فلما رحنا قال لك لا بس احنا عايزين ورق، انتوا معكمش ورق، انتوا معاكم فيزا سياحه، فما ينفعش فيزا سياحه تشتغل. قال لنا بسيطه، تعالوا ننزل على لوس انجلوس. ايوه هنعمل ايه؟ قال لك في عصابات كده مكسيكان هناك كده بيضربوا لك ورق، مش مشكله. فلقيت نفسي واقف مع واحد بتاع عصابه مكسيكان، تاتوهات في كل حته، شكله غلط. اخد الفلوس، تعالوا لي كمان ساعه، كمان ساعه لقينا ضارب لنا ورق اللي هو السوشيال سيكيورتي نمبر ده وبتاع. اخدت الورق ورحنا، قال لك اه طب تمام انت كده زي الفل. اشتغلت طبعا اسبوع وكانوا فقسوا ان الورق مضروب. قالوا اصلا لنا ما مع باين السلامه. عليك اصلا من الهيئه بتاعتك انت اكيد مش هنا. انت ضارب الورق، ما انت كنت جاي لي امبارح ما معكش ورق وانا صح. عارفك. تمام. ما فيش اسبوع ولا اسبوعين وقمت سايب المحل ده. في واحد بعد كده اتعرفنا عليه، عنده شركه بتاعت صيانه شقق وحاجات كده. فقال لنا تعالوا اشتغلوا معانا، هو كان اردني، فقال لك مصريين تعالوا يلا معانا. عربي بتاع والنخوه وظفنا في اشتغلت ايدينا. دلوقتي، حلو ده. فاشتغلت معاه في النقاشه، كنت نقاش حضرتك، قعدت ادهم بقى كده مديون وبتاع. فضلنا عايشين بقى في الفتره دي. انا كت بصراحه مبسوط بقى، كنت يعني بشتغل الصبح وبعد الظهر بقى نروح نتفسح، وانا في كاليفورنيا بقى تروح بالظبط. هوليوود، رحت فيجاس، اتفسحنا في كل حته بقى، الحاجات اللي هو المصيف بتاع امريكا. وانت اصلا رايح شاعر، تحولت هناك حاجه تالته خالص نقاش باشا، ماسك الرولة والسيجارة والشاي معاك بس كده. وشغال. حلو تمام. خبرة حلوة أكيد طبعا، وأكيد مم. مريت بتجارب. يعني كفاية بتاع العصابات ده اللي أنت اه قابلته، طبعا. كان عامل إزاي العصابات ده؟ إيه الحالة وأنت داخل؟ زي ما بتشوفهم كده في التلفزيون، المنظر كده بالحاجات الهدوم الغريبة، بالتاتوهات اللي في كل حتة، بالنظرات العجيبة لا كان شكله يخوف بصراحة. فاكر خد منك كام؟ لا والله مش فاكر في مش الوقت فاكر، ده، انا مش فاكر. بس كنت خايف وأنت داخل عليه. اه طبعا. خايف. اه طبعا يعني. زقاق في زقاق في زقاق في زقاق. حضرتك يعني ما بالكش دية انت ما تعرفش بالظبط. حاجة هناك. طيب. ما فيش بقى، قعدنا وبعدين. شوية كده مم. وكنت انا وصاحبي بقى. فطب ما تيجي نقعد، ما تيجي نكمل، ده في سيسان كوليدج هنا ممكن نقدم لهم الورق بتاعنا، الفيزا السياحة دي، فيقلبوها فيزا دراسة ونكمل نقعد هنا. واحنا في وسط بقى هذه الحاجات دي حصل 9/11. حلاوة. أنت بختك يا أبو بخيت. وانا أنت قاعد راجل كده، مرزق. بنصحى الصبح لقينا البتاع ده مولع والطيارة خبطت في ما تيجي نروح. قال لك لا مفيش تيجي نروح، المطار قافل. اتحبست. فضلنا بقى قاعدين. انا كانت الموضوع حصل 9/11، انا كانت طيارتي 16، يعني بعدها بسبعة ايام، اسبوع تقريبا. هو يوم 16 ده اليوم اللي فتحوا فيه المطار. مم. فكان حظنا حلو، ورحنا قدمنا توكلنا على الله، اخدت الطياره ورجعت تاني مصر. بس معاك فدي بقى اكسبيرينس النقاش، خبرة اكسبيرينس النقاش. النقاش اه. اه. واشتغلت كويس، كنت عرفت بقى الفرق بين الدهانات وازاي اقعد اعمل دي بالفرشه كانت أول وبالرولة. مرة تمسك فرشة في حياتك؟ اه طبعا. كانت في أمريكا. اه طبعا. تمام. عمري ما دهنت هو في حد فينا بيدهن انت ولا بيعمل اي حاجه. شغلانة قدامك هتجيب منها فلوس تعيشك، طبعا. تدفع ايجارك، اكلك، بس شربك، كده. خروجاتك. نجيب هداياك بقى وتتفسح وتعمل كل اللي انت نفسك فيه، وكان الراجل بيدفع لنا بصراحه كويس يعني، فكنا مبسوطين. ايه الدنيا حلوه. الموقف الغريب اللي حصل معاك في امريكا انت ما حكيتوش قبل كده؟ بص، التيم اللي معانا، فريق الشغل اللي معانا ده، كانوا كلهم مكسيكان، وكلهم غالبا ضاربين ورق وحاجات. المكسيكان بقى على فكره لما تقعد معاهم شويه فيهم مننا جدا، امم. يحبوا القفش والهزار والحاجات دي كلها. فكان اكتشفت ان هم بقى بيجوا ايه في اخر يوم اللي هو يعني يوم الجمعه، خلاص بقى بكره ويك اند. كانوا بيعملوا حاجه غريبه جدا بقى، يجيبوا دستتين ثلاثه بيره ويقعدوا يشربوها كلها بعد ما خلص الشغل. وانا ماسك طبعا عصير البرتقال بتاعي بتفرج عليهم واشرب. عاطف معاكم. يخلصوا بقى، المشكله مش هنا، بعد ما يخلص اه. بيلعبوا بقى لعبه اللي بيسموها ايه، اخر راجل يفضل واقف على رجليه. اه هتعملوا ايه يعني؟ كل واحد يخلص الازازه يقوم كاسرها على دماغ اللي جنبه. ايه. اه نعم. ويفضلوا يقعدوا يكسروا في الازايز على دماغ بعض لحد ايه ما كلهم يقعوا، ويفضل واحد بس اللي كسبان. ده اللي كسب. ده اللي ده مبسوط تلاقيه قوي ان بقى هو كسب. واخد 100 تعويره اصلا، دماغه انا مش كلها عارف انت كسبت مفتوحه. ايه اللي انت كسبته حضر، ايه اللي الجنان اللي انتوا بتعملوه ده. تمام. دي كانت اغرب فكانوا حاجه. كانت حاجه غريبه جدا طبعا، بس يعني كانت فسحه بالنسبه لي اقعد اتفرج على ناس بتكسر ازاز على دماغ بعض يعني. الاكل والشرب هناك اتاقلمت بسرعه معاه؟ يعني كان في دايما محلات اللي هي العرب ومحلات المسلمين وكل حاجه حواليك يعني، تعرف يعني، بص انت تعرف تتعامل هناك يعني، تمام. ما فيهاش مشاكل. رجعت على مصر. رجعت على مصر بقى بعد كملت اخر سنه في الكليه، كملت جيشي. وخلاص بقى داخل عايز اتجوز.
ف طيب هنتجوز ازاي؟ احنا عايزين شغلانه كويسه. اروح لسفاره امريكا تاني ومعايا شهر تاني. لا خلاص بقى اتوصلت. طيب بقى ده انت كنت عندنا في 9/11 الله اعلم انت عملت ده، هربت منهم ما رحتهاش تاني اصلا. اه ف اشتغلت كذا حاجه بقى، خدت كورس شويه، قعدت خدت كورس في عشان احسن من قدراتي شويه في الكمبيوتر وفي الحاجات دي. وبعدين اشتغلت في شركه في المينا، مم. كنت بصلح اوناش بما ان انا راجل مهندس يعني. مم. وبعدين اشتغلت في شركه تطريز بالكمبيوتر، مم. بتعمل ملابس اطفال وبتاع. وبعد كده اشتغلت في شركه دهانات تاني بس صغيره، دي كانت بدايه بقى ايه طلعت الدهانات تاني. وبعدين كل ده انا شغال مهندس. تمام. وبعدين جات لي بقى شغلانه حلوه جدا في شركه دهانات برضو مشهوره جدا في مصر، شركه مالتي ناشونال، شركه قويه جدا وكبيره جدا. حلو. تشتغل ايه يا معلم؟ كاستمر سيرفيس. مم. يعني كاستمر سيرفيس دي ايه وانا راجل مهندس؟ بس بيني وبينك المرتب بتاعها يمكن كان 3 4 اضعاف اللي انا كنت باخده في الشغل الحالي. وده اللي انت محتاجه عشان تتجوز. بالظبط كده. فخلاص توكل على الله وروح اشتغل يا معلم. واشتغلت فعلا معاه. وابتديت بقى ايه طبعا بعدها اتجوزت وبتاع، وابتديت بقى رحلتي بقى في عالم الدهانات حبيت الموضوع. خالص. على فكره هي بس هي مشيت كده يعني. ده اللي جه قدامي يا هي جماعه، مشيت كده ده اللي استمر معايا. بس. تمام. ف ابتديت اترقى، ومن كاستمر سيرفيس خدمه عملاء بقيت ماسك المشاريع بتاعه الساحل والدنيا عربيه والدنيا بقت تمام. وبعدين اترقيت تاني، جيت بقى فرع القاهره وبقيت ماسك المشاريع الكبرى والدنيا كانت حلاوه يعني. وبعدين جالي عرض ان انا اسافر السعوديه، ولا انا قدمت ولا اي حاجه. ما هو ساعدش الموضوع اصلا. خالص، هو مدير المبيعات بتاع الشركه اللي في السعوديه، اللي هو يعني يعتبر يعني انا بعتبره لحد النهارده ابويا اللي علمني الشغلانه دي كلها بصراحه. ربنا يمسيه بالخير يا رب يعني. فجالي عرض تعالى السعوديه، فرفضته في الاول وبتاع، قلت لا ممكن نزود شويه، كنت قلقان اصلا من فكره ان انا اسافر يعني. وبعدين جالي العرض تاني بقى مزوده، فقلت خلاص توكل على الله وروح. ورحت قعدت في جده شويه، وبعدين اترقيت تاني واتنقلت الخبر، وقعدت برضه حبة حلوين هناك. وبعدين اترقيت تالت، بقيت ماسك كنت المدير الإقليمي للمنتجات بتاعة الشركة بتاعتي في الشرق الأوسط. ايه ما شاء الله. فيعني وأنا في الثلاثينات، فدي بالنسبة لي يعني كان بوزيشن جميل جدا جدا جدا. جدا. واتنقلت البحرين، يعني تعرفنا انت بقى من جدة على الخبر على البحرين. للبحرين. قعدت في البحرين بقى 5 سنين، دي كانت تعتبر أحلى 5 سنين في حياتي، أنا ومراتي وولادي. كانت اكسبيرينس عظيمه جدا. قعدنا كده في حته لطيفه جدا، كان اسمها جزر امواج. دي جزر صناعيه، كانوا بيدفنوا الرمله عشان يعملوا جزر وعملوا عليها زي كومباوندات وبتاع. مم. كوميونتي مصريين حلوه كده شبهنا. فكنت عايش بصراحه مبسوط. تمام. مرتب كويس، عايشين كويس، ولادي في مدارس كويسه، مراتي مبسوطه، ولادي مبسوطين. سايق عربيه دوج تشارجر، لقيت الشباب اللي حواليا بيجيبوا موتوسيكلات وبتاع، رحت قدمت على رخصه عشان اعمل موتوسيكل، سقطت 6 7 مرات لحد ما خدت الرخصه. وبعدين جبت بايك هارلي ديفيدسون، وعايش بقى بص يعني. لو انت عوضت فعلا كل ايامك اللي كنت بتحلمها وانت لسه شاب مش متجوز، بس لما اتجوزت بقى وربنا كرمك فعملت حاجة بجد، عشت حاجة بجد، رحت بجد صحيح. البحرين 5 سنين. وفي الوقت ده بقى يعني ايه، انا كنت اقعد افكر مع نفسي طب ايه بقى الستيب اللي جايه؟ الستيب اللي جايه ان انا ابقى بقى مدير التسويق، الماركتنج مانجر بقى المفروض يعني. مم. في الوقت ده شركتنا كانت مقسومه جزئين. الشركة الكبيرة اللي فيها إدارة التسويق وفيها القوة كلها كانت ماسكة السعودية، البحرين، الكويت، وبتصدر للعراق، وعندهم مصنع في سوريا وبيصدروا لمصر. أنا كنت ماسك المنطقة دي كلها. كان في شركة تانية صغيرة نفس الشركة بتاعتنا، بس كانت مقسومة إدارة تانية. مم. شركة صغيرة ما فيهاش إدارة تسويق، فيها واحد بس، واللي ماسك إدارة التسويق معاه واحد يعني، كان بياخد اللي احنا بنعمله بيستخدمه عنده يعني، بيعمل حاجات بسيطة هناك يعني. مم. دول اللي كانوا ماسكين الإمارات وقطر وعمان. وحصلت محاولة إن هم يضموا الجزئين على بعض. فهذا الشخص اللي هو كان قاعد هناك في البتاع ده حاول إن هو يبقى هو مدير التسويق في الوقت ده، بس الموضوع كله فشل. وفضوا النزاعات وخلاص، ارجعوا انتوا تاني مكانكم وانتوا زي ما انتوا وخلاص، الموضوع مش نافع. بعدها بشوية، كام سنة كده، رجعوا تاني حاولوا إن هم يعملوا الموضوع ده، بس عملوه بقوة. مم. وضغطوا إن هو لازم الإدارتين يبقوا مع بعض. طيب الإدارتين هيبقوا مع بعض، مين اللي هيسوق بقى؟
الغريب بقى ان هم مسكوا الشركه الصغيره دي، هي اللي خلوهم هم اللي يسوقوا. مع انك انت تستحق ان انت اللي تسوق عشان انت الشركه الاكبر اللي ماسكه اكبر. ده المفروض، بس تمام. هي كانت لعبه سياسه شويه. امم. سي او اللي هنا علاقاته احسن جوه الشركه قصدك؟ جوه اه الشركه، اوكي سياسه في ماشي. الشركه. تمام. السي او بتاع الشركه الاصغر علاقته بالسي او التشيرمان بتاع المجموعه كلها اكبر بكتير من الراجل بتاعنا. تمام. فحصلت مذبحه للاداره، كل توب مانجمنت واحد ورا واحد ابتدى يطير، ما هم التانيين عايزين يجوا يركبوا فيحطوا رجالتهم طبيعي يعني. صح. وبعدها ابتدوا ياخدوا بقى ايه الريجونال مانجمنت، كل بقى الاداره الاقليميه اللي انا واحد منهم، مم. دول كمان يمشوا. مشوا كتير جدا من زمايلنا، من الناس المحترمه الاقوياء، وانا كنت من الناس اللي هم مش عارفين يمشوني قوي لان الحته بتاعتي ما عندهمش حد فاهم فيها، اوكي. بس هم مش عايزيني، يعني هم مش عايزينك وفي نفس الوقت محتاجيني. محتاجينك. نعمل بقى في ايه ده؟ عرضوا عليا عرض لطيف، قال لك بص انت تروح تمسك بقى ايه اداره تطوير البيزنس بتاعنا، كانوا مسمينها اداره المواصفات، مم. وتنزل الرياض. المشكله بقى ان الرياض ما فيهاش الاداره دي اصلا. هم خلقوا حاجه جديده عشان يمشوك الرياض اصلا. امشي، هو من الاخر داون سايزنج، بيقلل المسمى الوظيفي بتاعك علشان يبقى ايه خطوه كده وينطرك وتمشي. تمام. بس احنا عايزينك دلوقتي تبقى موجود هناك عشان لو احتاجناك في اي حاجه تبقى انت موجود. مم. طبعا في الوقت ده انا قد يعني، طب انزل مصر وخلاص، ما كل الناس انا اعرفها يمشوهم يعني، مم. ولا اقبل بالوضع ولا اعمل ايه؟ يعني في الوقت ده بص انا اتعلمت حاجه بقى في حياتي، وده يمكن سر من الاسرار انا اتعلمتها، لازم يعني احب جدا جدا ان اقوله لكل الناس. لما تيجي تاخد قرار مهم في حياتك وانت مش عارف المستقبل بتاعه هيبقى عامل ازاي، اسال رب المستقبل. اسال رب. المستقبل. صح. اتعلمت صلاه الاستخاره، ومن ساعه ما اتعلمتها مفيش قرار باخده قبل ما اصلي صلاه استخاره، واللي ربنا يكتبه لي هيبقى هو الصح حتى لو تعبت فيه، لان انا عارف ان خلاص يعني انت مشكلتك ان انت لما تيجي تاخد قرار ايه، مم. ان انت مش عارف القرار ده هيبقى صح ولا لا. يعني ده اول حاجه كده، والعائد بتاعه هيبقى عامل ازاي. وبعد ما تاخد القرار بتبتدي تقول طب انا لو ما كنتش اخدته كان هيبقى احسن، ولا لو كنت اخدته يبقى احسن. فلو ربنا هو اللي خد لي القرار عني، خلاص كده انا استريح. شكرا. حتى لو حصلت اي مشاكل انت عارف ان هو ده الصح، فانت كده تمام. صح. فصليت استخاره ونويت ان انا انزل الرياض فعلا، خصوصا الوقت ده كان في نص السنه الدراسيه، ولادي لسه في المدارس، فيعني مش هنزلوا مصر دلوقتي ولا هنعمل ايه، وبعدين جت الموضوع جه يعني نوعا ما فجاه يعني. فتوكلت على ربنا ونزلت الرياض. كنت مبسوط؟ لا خالص. ما انت نقلت بقى من 5 سنين لمكان تاني، انت لسه بيئة جديدة تاني عليك، وتتأقلم من جديد وتبدأ حياة جديدة. مش هنقول من الصفر، ولكن هنقول من جنب تاني خالص غير اللي انت كنت فيه. صحيح. يعني انا كنت مدير اقليمي ريجونال مانجر، بقيت موظف بريبورت مديري مدير منطقه الرياض اللي له مدير تاني مدير المملكه، اللي مدير المملكه ده بيريبورت للسي او. انا كان بيني وبين السي او كان واحد بس اللي هو مدير. فنزلت درجات وزفات. بالظبط، زاد درجات كتير. وبعدين. كنت متضايق، ما كنتش مبسوط، بس حاولت على قد ما اقدر ان يعني اعصر على نفسي ليمونه واكمل الموضوع ده، وانا هنجح في الحته دي، انا هنجح فيها. وربنا كرم، قعدت في الرياض تقريبا بتاع 3 سنين، والحمد لله قدرت اعمل تغيير، وعملنا نتائج كويسه، وعملنا نتائج كويسه لدرجه كانت غريبه شويه. الاداره الجديده بقى قال لك طب ما احنا الموضوع ده اللي احنا كنا مودينه عشان يعمله عشان ننطره منه، ابتدى يجيب نتائج فعلا، م. وابتدى يزود المبيعات بتاعه الشركه، ابتدى يدخلهم في مشاريع ما كانوش بيدخلوا فيها. قال لك طب ما نعمم بقى التجربه، فعملوا كذا حد في كذا دوله من الدول ان هو يعمل نفس الموضوع ده، بس ما نجحوش الناس اللي هم اختاروهم يعني. اه. فقال لك طب بص بقى احنا هنعمل حاجه حلوه، احنا هنعمل مدير اقليمي للاداره دي. اوكي. وفتحوا البوزيشن، ودي بقى كانت اول نقطه شقلبه، مش اول نقطه، تاني نقطه شقلبه في حياتي، بس اول نقطه مره انطح فيها الحياة الواقع. اه أول مرة تقول لأ، خلينا نقول كده. اول مره اخد الموضوع تحدي. تمام. فحصل. البوزيشن مفتوح، وطبيعي ان انا اقدم فيه لان انا الوحيد اللي شغال في الموضوع ده وجايب نتائج، م. فطبيعي ان انا اقدم في الموضوع ده، وانا عارف
ان هم مش عايزيني لان انا من الاداره القديمه. تمام. فانا متوقع ان انا لما هقدم هيعملوا نفسهم من بنها ويحطوا السي في او الطلب ده كده على جنب. مم. اعمل ايه بقى عشان اتاكد ان هم هيعملوا معايا انترفيو؟ ابتدي اخطط بقى. طبعا. قريت البوليسي بتاعتنا كويس، ماشي. فلقيت ان انت ليك الحق ان انت تطلب من، لو في بوزيشن داخلي مفتوح، ان انت تطلب من العاملين في الشركه ان هم يرشحوك للبوزيشن ده. مم. تمام. فقلت طيب، نزلت الفورمه ده. انا راجل كنت شغال في الميدل ايست كله، فانا ليا ناس علاقتي بيهم كويسه في الكويت، في البحرين، في السعوديه، في عمان، في كل حته. مم. فانا المفروض ان انا استخدم العلاقات دي. واللطيف في الموضوع ان هم في ليفلز مختلفه، في مديرين ادارات، في موظفين عاديين، ومن جنسيات مختلفه، في العرب، في الهنود، وفي الفلبينيين، في الانجليز. تنوع في كل حاجه. بعت للناس دي كلها. الريفرنس ده اللي هو الليتر دي او الرساله دي، رساله التوصيه دي، لما بتتبعت ما بتتبعتش لينا، بتتبعت للاتش ار بتاع المجموعه نفسها اللي تمام. في الدنمارك. اصلا. اه. فلما لقوا رسائل كتيره جايه لهم من كل حته، يا جماعه مين اللي عندكم ده عامل قلق. اللي البلد كلها بتقول ان هو ينفع لا شوفوا الراجل ده. فاضطروا ان هم يعملوا معايا انترفيو، حد. وعملت الانترفيو. كان يعني الانترفيو كان كويس الحمد لله يعني. فبعد ما عملت الانترفيو، بعدها باسبوعين، مدير بقى السعوديه بقى اللي هم كانوا معينينه جديد، فكان جاي الرياض. خالد عايزك عشان نتكلم في نتيجه الانترفيو بتاع. قلت له يلا بينا. اول ما قعدنا، ها ايه رايك في الانترفيو؟ مش فاهم. قال لي يعني ايه احساسك يعني في قلت له احساسي ان انا عملت انترفيو؟ ايه السؤال العجيب؟ انا عارف ان هو عايز يقول لي ان انت حاسس ان الموضوع فير وان الحياه حلوه اه. وبتاع ومش عارف ايه. قلت له عادي عملت انترفيو، حاسس ان انا عملت كويس يعني. قال لي بصراحه هم جدا مبسوطين وشايفين ان حتى لو ان انت كنت من الاداره القديمه لكن افكارك تغيرت، وان انت يعني زي الفل وتمام، فماشي فل، يلا بينا ولا ايه؟ قال لك لا بس هم عندهم وجهه نظر، هم عايزين حد من بره الشركه. قلت له لا مش من حقه. قال لي هو إيه اللي مش من حقه؟ ما انا قريت بقى البوليسي، ذاكرت. عاد انا مذاكر. ما دام انت انا قلت لي. محضر. اه بالظبط، والانترفيو كان مسجل. تمام. قلت له ما دام انت قلت لي ان انا احسن حد في البوزيشن ده جوه الشركه، فده معناه ان انت مالكش الحق ان انت تعين حد من بره الشركه. قال لي ده مين اللي بيقول الكلام ده؟ قلت له البوليسي حضرتك، روح اقرا البوليسي بتاعت بالظبط. الشركه. قال لي اه. طيب ولو هم صمموا؟ قلت لهم اشتكيهم للجروب طبعا. قال لي بجد؟ قلت له اه طبعا بجد. حق. اه. انا هنا بقى بعمل حاجه، يعني انا كان جوايا ان انا يعني نفسي ان هم الناس تعقل والدنيا تمشي والحياه تبقى لطيفه يعني. بس انا عارف ان انا كده يعني بدق مسمار في النعش وعليا وعلى اعدائي. بالظبط. ما هو قدامهم حل من اتنين: يا يعينوني ويقرفوني في عيشتي لحد ما يمشوني، يا يقفلوا البوزيشن اصلا ويقول لك مش عايزين. صح. وده اللي حصل، قفلوه. قفلوا البوزيشن يعني ده ايه ده؟ قفلوه علشان بس خاطر ما عشان ما تاخدش. يعينونيش. ده ايه ده؟ ده إيه؟ بس تمام هنكمل. ما دام بقى ده حصل، اه. فده معناه ان هم في نهايه العقد في الغالب هيقولوا لي مع السلامه. مع السلامه. ودخلها، وفي الوقت ده دخل كورونا بقى. وكورونا في الخليج غير كورونا كانت هنا في مصر. مم. كورونا في الخليج ما كناش بنعرف ننزل من بيتنا، يعني ما بنعرفش ننزل من بيتنا. عشان تروح السوبر ماركت اللي في اول الشارع، عندك تطبيق بتاخد من عليه كيو ار، بيدي لك ساعه واحده بس تقدر تتحرك فيها في خلال المربع بتاعك. تمام. فكناش عارفين نتحرك، يعني مش عايز اقول لك يعني كان صعب الموضوع الحظر هناك فعلا جدا وقتها، كان جدا. الحظر صعب كان جدا. كان رهيب، كان اه. رهيب رهيب. وعقوباته اللي يعمل عكس كده عقوباته شديده، ما كانتش الشرطه بسيطه. العسكريه واقفه في كل حته، ما فيش اصلا عقوبات، ما هو في. مش هتعرف، انت مش هتعرف تعدي. ادخل جوه البيت. على طول. ده كان في ناس بتبقى في الكومباوندات بيطلعوا لو اتحركوا كتير جوه الكومباوندات كانوا بيلاقوا درونز بتيجي تصورهم، يقول لهم يا جماعه في ناس بتتحرك هنا، يقولوا الامن يقول لهم لو سمحتوا ارجعوا بيوتكم. الوضع كان صعب جدا. كان شديد جدا خطر. ف فقعدت كده مع مراتي قلت لها بصي، احنا اهلنا كبروا وسنا يعني ابتدوا يتعبوا، ومن الاخر كده واضح ان انا مش مكمل معاهم في الشركه. انا خلاص يعني قلبت عليهم، انا خليتهم يقفلوا بوزيشن، فاكيد طبعا يعني مش هنكمل يعني مم. كتير يعني. ف خلينا نختار احنا الوقت اللي ننزل فيه، بدل ما يخلونا هم ننزل في وقت ما يبقاش مناسب لينا. صح. استخرنا طبعا برضو وتوكلنا على الله.
قلت خلاص انا بعد الكورونا كان خلاص السنه الدراسيه بتخلص، فاحنا انزل بقى مراتي والولاد بحيث ان ايه الحق اقرا اعمل الورق بتاعهم وانقلهم وبتاع والكلام ده كله. فرحت وقدمت فعلا، بقيت تاني قريت بقى قانون العمل عشان اعرف ان انت انا. بتذاكر اي حاجه قبل ما تعملها، اي خطوه ما هو استخاره لازم، مذاكره. ما هو انت برافو لازم تعمل عليك. اللي عليك، انت صح. بتعمل اللي عليك وبعد كده بتسيب كل حاجه على ربنا. صح. فقانون العمل بيقول ان انت لو قدمت استقالتك ممكن جدا يخصموا منك جزء من مكافاه نهايه الخدمه، وانا اهم عندي حاجه في الوقت ده مكافاه نهايه الخدمه شغل انا. سنين. طبعا. فرحت مديري بقى، مدير الفرع، راجل ابن حلال طبعا، يا ربنا يمسيه بالخير، يعني علاقتي بيه كويسه لحد دلوقتي. قلت له انا عايز اعمل واحد اتنين تلاته. قال لي انت نويت؟ قلت له اه انا عايز امشي. قال لي طب سيبني اظبطها لك. قلت له هتظبطها ازاي؟ قال لي بص الحته دي في قانون العمل بتقول ان انت ممكن ننهي العقد بينك وبين الشركه بالموافقه ما بين الطرفين، مم. في حاجه دي مش استقاله، وهم عايزينك تمشي فما هيصدقوا. قلت له تمام يلا بينا. وقد كان. نزلت الولاد، وعلى ما انا لميت بقى شويه الحاجات بقى وبعت البايك وعملت الحاجات بتاعتي دي وقمت نازل انا كمان وراه. نهائي. نهائي. وده بقى تشابتر جديد خالص بقى في الحياه. نزلت مصر بعد كام سنه؟ انا رحت السعوديه في 2009، مشيت 21. حلو. قعدت 11 سنه بتاع يعتبر. 11 12 سنه تقريبا. 11 سنه. انت هناك بتبني في حلم وطموح وكيان، امم. فجاه الاداره تتغير، كل حاجه تتهد، تتغير من بوزيشن لبوزيشن تاني، فتغير مسارك وترجع لمصر. صحيح. ركبت الزحليقه. ركبت الزحلية، معاك شوية ذكريات، او انت وقتها كنت مفكر ان دي آه ابتلاء، طبعا. ولكن جايز ده اصلا كانت محطة لبداية جديدة وتغيير مسار جديد كالعادة، مم. من امريكا لمصر للسعودية ورجعنا مصر تاني. اللي حصل بعد مصر بقى ده اللي ناخد. حصل بقى حاجه تانية خالص. حكايه تانية خالص. بص انا كنت شايفها كالاتي، ان انا واحد في مركب وفي ضباب في كل حته، وانا متيقن ان انا لما هنط من المركب دي هلاقي في مركب صغيره مستنياني. ونطيت وحسيت بسقوعيه الميه في كل حته. اتلسعت. ولا في مركب ولا في اي حاجه، لقيتني ولقيت الموج بيشيلني ويهبطني. طيب يا رب ده انا مصلي استخاره في ايه؟ طيب ايه اللي بيحصل ده؟ ف لما ابص بقى للثلاث سنين اللي قعدتهم في مصر دلوقتي، انا هقول لك ايه اللي حصل. بس دلوقتي لو ابص دلوقتي للثلاث سنين اللي فاتوا، انا كنت لازم انزل الميه عشان اتعلم اعوم، عشان لما اوصل اجمد بكتير قوي من الشخص اللي كان بينط من المركب. حلو ده. انا نزلت مصر قلت انا هاخد لي مثلا ايه شهرين ثلاثه بريك، انا مش عايز اشتغل، بقالي كتير قوي بشتغل، هريح شويه بقى. معايا قرشين حلوين، ولادي دخلتهم المدارس وبتاع تمام، انا حلو. مم. تمام كده. الشهرين ثلاثه دول بقوا اربعه، بقوا خمسه. ابتديت اقدم بقى في الشغلانات بقى، عايز اشتغل. قعدت سنه من غير شغل، سنه كامله من غير شغل. سنة كاملة في البيت. بصحى الصبح، اه. اغسل مواعين. مراتي بتشتغل. انا مراتي لا بتشتغل وانا مريالك قاعد. جميلة بس كده. والكوكينج الجميل وفاتح بالظبط. يوتيوب ويلا نطبخ يلا نغسل. ظبطت الحياه كده. اه. تروح الصبح اودي العيال المدرسه، ارجع اقعد ارتب حاجات في البيت، واستنى وقت العيال يرجعوا اروح اجيبهم من المدرسه واجي. بس كده يا باشا. طب نعمل ايه؟ طب نروح الجيم؟ المدير طيب نعمل اي الاقليمي. حاجه. المدير الاقليمي. المدير الاقليمي يعني بقى دلوقتي في ورطة. هو عمره ما شايل المسؤولية دي، بقى بيشيلها دلوقتي كلها كاملة على بعض. تمام. طيب في الوقت ده طبعا يعني في دوس كتيره طبعا بتيجي في دماغ الواحد. طب وانا المفروض كنت اعمل ايه؟ طب يعني المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ طب انا ايه دوري دلوقتي؟ قدمت في بوزيشنز كتير وعملت انترفيوهات سعيد. طبعا. سعيد ان انت تشتغل بقى خلاص سنة طبعا. كاملة. طبعا. شغفك بيطاردك. امم. تمام. يلا نشتغل بقى. كل ما تعمل انترفيو الناس بتختفي بعدها. اللي فهمته بعد كده ان كان معظم المديرين اللي بيعملوا معايا انترفيو كانوا بيقلقوا مني انا، لان حاسين ان انت عندك امكانيات عاليه يعني شويه وجاي من الخليج عندك الخبرات وبتاع، فكان بيخاف على نفسه. تمام. فقلت يبقى انا كده بقدم يمكن على بوزيشن صغيره، اقدم على حاجات اكبر. اصلا ولا رحت فرقت. تكحلها عامتها خالص، فاهم اللي هو. ففي الوقت ده قلت طب قشطه، بما ان انا كده كده قاعد في البيت مم. نذاكر بقى. اخدت كميه كورسات
لا تتخيلها. بتقعد ادور على الحته نقط الضعف بتاعتي. انا مثلا راجل بشتغل في الماركتنج طول عمري، بس ما كناش بنشتغل قوي في الديجيتال ماركتنج إمم. بحكم الصناعه نفسها بتاعت الدهانات. يعني الموضوع ما كانش يعني حاجه فظيعه في الوقت ده. فابتديت اتعلم يعني ايه الالجوريثم بتاع فيسبوك وانستجرام، الخوارزميات دي بتشتغل ازاي، ازاي تعمل اعلانات ازاي، وابتديت اخد شهادات فيها. فابتديت ازود السي في بتاعي واتقله اكتر. فزودت طبعا التيم بقى، لما انت كل شويه بتكبر مش الموضوع أنت بيكبر. عمّال تكبر، تكبر، تكبر وإحنا اروح عمّالين فين نصغر. طيب؟ انا عندي مكتبه، وكنت كل ما بتنقل من بلد للتانيه باخد المكتبه دي معايا، كتب كتير وجايب المكتبه بتاعتها وحاططها، بحبهم جدا طبعا وتعلمت فيهم حاجات كتير. إمم. ف وكانت عامله لي مشكله طبعا، انا كل شويه بتنقل من بلد لبلد فبتنقل الكتب دي، فطبعا تقف في الجمارك ايه اللي معاك ده، ايه كل الكتب دي، وتدخل بقى مصنفات وتطلع مصنفات قصه كده. فقلت طب الكتب دي بما ان انا عايز اشتغل وفي لينكد ان بدور فيه على الشغل، طب ما ابتدي بقى ابين للناس اللي هم صحاب الشركات والشركات الكبيره وبتاع، ان اللي بيقدم لهم ده لما يدخلوا على على البروفايل بتاعه على لينكد ان هو ده يعتبر السي في دلوقتي. يلاقيك بتفهم، إمم. يلاقي عندك معلومات، يلاقي عندك كيسز حاجات حصلت. فقلت خلاص انا عندي كتب كتيره جزء منها في الشغل بتاعنا في الماركتينج وفي اداره المنتجات واداره البراند والحاجات دي. فابتديت اعمل محتوى اللي انا ما كنتش عارف انه ده اسمه محتوى، انا كنت بكتب أصلًا. كلام. فابتديت اكتب الكلام ده على مثلا حكايه الشركه الفلانيه والشركه العلانيه، الحرب اللي دارت بينهم حصلت ازاي، ازاي البراند ده تفوق على البراند ده، واعمل تحليل لكل شركه وحاجات من دي. أنت قاعد فاضي، ما انا فاضي بقى، تعمل فطار هو ورايا حاجه؟ عقبال ما الغدا يستوي، بس كده. تقعد إيه تكتب الحاجات دي. ف... عظيم. فابتديت اعمل محتوى كتابي على لينكد ان. تمام. يوم يجي لي لايك، يوم ما حدش يعبرني، وبس واحده واحده ابتدى الموضوع يكبر، إمم. وابتدى الناس تاخد بالها، وابتدت الناس تتواصل معايا، طب ما تيجي تدخل معانا في الجروب اللي احنا عاملينه ده عشان نساعد بعض في المحتويات بتاع. فابتدى الحساب بتاع لينكد ان يكبر واحده واحده، وبتبقى في ناس بتسمع. بس انا كل ده خد بالك لا بتكلم بقى في اقتصاد ولا بتكلم في بتاع، انا بتكلم في الحته بتاعتنا اللي هي الحته بتاعتي شغلتي. إمم. وما زلت بقدم في شغل لحد ما جات لي شغلانه في شركه ستارت اب لواحد مشهور جدا يعني في مصر بتاع فتنس تريننج، اونلاين فتنس أوكي. تريننج وكده. فقلت حلو، انا راجل بتاع تسويق وتعلمت ديجيتال، اروح اشتغل مع الناس دي واطبق بقى الحاجات دي يعني. كميه جينزي طبعا عظيمه في الشركه، وكانت على فكره اكسبيرينس حلوه جدا جدا آه. يعني، انا اتبسطت معاهم يعني أنت بتاخد منهم برضه خبرة برضه على طبعا جيلهم وكده، طبعا فبتنقلوا لبعض حاجات، يعني بتفهم جيلهم وهُم بيتعلموا منك، دي ففي حقيقة. تبادل ده. فقعدت في الشركه دي فتره تقريبا 8 شهور 9 شهور حاجه زي كده يعني، وعملنا شغل حلو الحمد لله وكله تمام. وبعدين سبتهم، قعدت شويه بقى، طب وبعدين طيب. طبعا المرتب كان حاجه بسيطه، بس انا قلت اشتغل يعني، بقالي كتير ما أنت بشتغلش عايز تحرّك. اي حاجه. آه. فلقيت واحد صاحبي كان برضه اتعرفت عليه لينكد ان بيقول لي بص في واحد بعيادات كده عايزين نعمل لهم اعلانات، فكان عايزينك تيجي تعمل لهم شويه حاجات كده على السوشيال ميديا وبتاع. قلت له يا عم عيادات ايه بس، ما قلبك ابيض انت ما تصغّرناش بقى يا عم بقى. عشان خاطري بس ومعلش وتعالى ساعدني. فقلت والله اروح يعني انا رايح نيتي ان انا اساعده. تمام. رحت على العنوان اللي هو كتبه لنا وقابلته هناك، طلع الموضوع العيادات ولا حاجه، الموضوع اكبر من كده بكتير. جمعيه الدكتور عبله كحلاوي الله يرحمها، الله يرحمه يا رب. مرضى الالزهايمر، الله يرحمه. عايزين جمعيه كبيره آه. وفيها مرضى جوه وفيها حاجه كده يعني صرحه اصلا يعني. ورحت قابلتهم هناك قالوا لي لا احنا عايزينك تشتغل معانا ماركتنج مانجر. فقعدت بقى مع جمعيه الدكتور عبله شغل بقى طبعا دونيشن، ناس بتتبرع ازاي نعمل حاجه بقى يعني أنا الراجل بتاع ابويا. فبقيت واحد ماسك تسويق جمعيه خيريه بتلم تبرعات علشان تعالج مرضى الزهايمر. أصلًا. حاجه وحضرتك في مرضى الزهايمر معانا بالضبط. موجودين حوالينا في إزاي؟ يعني أنت كنت قاعد معاهم ما هو وشغلك من هناك. الجمعيه فيها دار رعايه لمرضى الزهايمر. حلو ده. فابتديت بقى استخدم كل بقى الحاجات اللي انا اتعلمتها في السوشيال ميديا بقى والديجيتال والحاجات دي، ان انا ابتدي احطها في الشغل ده بحيث ان احنا نزود الدونيشن والتبرعات اللي بتيجي. وفضلت بقى ماشي في الموضوع ده واحده واحده لحد ما دخل رمضان.
ابتدى يبقى عندي بقى خبرات غريبة، بقيت اتعرّفت على الشركة بقى اللي جاية عشان تعمل لنا إعلانات تلفزيون، فبقى عندي خبرة في الناس اللي بتعمل تلفزيون، في الإخراج بيتعمل إزاي، الممثلين بيمثلوا إزاي، الإعلان بيتعمل إيه. كان طبعًا اللي عمل لنا الأغنية وقتها كان أستاذ مدحت صالح، فقعدت مع أستاذ مدحت صالح. قعدت كده فترة طبعًا في الجمعية دي، وبعد كده سبحان الله في النهاية جالي شغلانة برضه في المجال بتاعي الأساسي، في مجال الدهانات. الدهانات تاني مش هتسيبك وما ما بتطلعش بتطلعش منك. منها. معاك في امريكا، في السعوديه، في مصر، في البحرين، مهما تروح وراك الدهانات. صحيح. ده نصيبك ورزقك. الحمد لله. تمام. وبعدين؟ في النُص بقى ابتديت أعمل بقى السوشيال ميديا بقى اللي هو إيه، اللي أنا معروف بيها دلوقتي بموضوع حكاوي في الbusiness. أيوه. اقتصاد. ما ابتديتهاش في اقتصاد والله في الأول. اه. أنا كنت قاعد باتكلم عادي في الحاجات اللي أنا كنت باعملها، المحتوى الكتابي بتاع LinkedIn ده اللي هو باتكلم فيه على الشركات، حتى مسميه حكاوي في الbusiness. دي حقيقه. فكنت باتكلم في الحاجات دي. فلمّا اشتغلت مع شركة الstartup ده وبقى عندي بقى فِهْم يعني إيه بقى social media وإزاي تعمل فيديوهات وإزاي تعمل حاجات، فابتديت بعد ما سِبتهم أعمل فيديوهات. كنت برضه باتكلم في استراتيجية التسعير وإزاي تسعّر المنتج بتاعك وإزاي تنافس وإزاي تعمل. بس أنا لمّا كنت في البحرين، كنت اتعلمت إن أنا ما أعرفش حاجة. يعني اتضح ليّا جهلي، بمعنى أنا فاهم في المجال بتاعي، امم. بس أنا كنت قاعد مرّة مثلًا مع الCEO بتاع الشركة ومعاه 2، 3 ناس تُقال، كنا وقتها في الكويت، كان عندنا اجتماع بحاجة معيّنة، فقُلنا بالليل إيه اللي تعالوا نتعشوا، فعرّفنا على واحد راجل إنجليزي برضه عنده شركة كبيرة، شركة يعني ضخمة يعني والناس كان قاعدين بيحكوا بيتعشوا مع بعض، فهو الراجل بيكلم بقى مديرنا، فبيقول له: "أخبار الشغل عندكم إيه والدنيا عاملة إيه وبتاع؟" قال له: "إحنا تمام." وقال له: "أنا عندي والله مشكلة إن أنا مش عارف أفتح الفرع بتاعنا بتاع إيران." فقال له: "إيه المشكلة؟" قال له: "المشكلة الطبيعية إن إحنا الفرع الأكبر بتاعنا هنا في السعودية." امم. فقال له: "آه، طب ما تستخدم الفرع بتاعكم بتاع عمان عشان تفتح لإيران." قال له: "فكّرنا إن إحنا نعمل كده ونحوّل الفلوس عن طريق عمان وبتاع، بس برضه عارفين إن السعودية هتعرف وهيبقى في مشاكل بعد كده، فأنا خايفين على الbusiness بتاعنا هنا." قال له: "بس عمان يعني مش يتهيأ لي الوضع فيها حلو، الناس يعني مش داخلين في المشكلة بتاعة السُنّة والشيعة امم. وبتاع، هُم ما لهمش دعوة." وهُم قاعدين بيتناقشوا بقى. ومدير البحرين يقول رأيه، ومدير عمان يقول رأيه، ومدير مش وأنا قاعد الناس دي بتقول إيه؟ أنا مش فاهم حاجة، فلوس إيه اللي عايز تحوّلها لعمان عشان تروح لإيران؟ هو أنتم بتشتغلوا في غسيل أموال؟ أنتم إيه حكايتكم؟ ولقيت لك الراجل قام باص لي مرة واحدة، "ورأيك إيه يا خالد؟ ما تقول لنا طيب، يعني الناس كلها اتكلمت يعني نسمع رأيك." أنا طبعًا مش فاهم أي حاجة أصلًا، أنا مش فاهم الناس دي بتقول إيه، وعمان إيه اللي مش سُنّة وشيعة، أُمّال دول مين؟ أنا في الوقت ده اتعلمت أو فهمت إن أنا محتاج أفهم الدنيا ماشية إزاي، إن الحياة مش بس مُصَب على آآ العلم بتاعي بتاع الشغل، حياتي مش في الشغل وبس، أنا لازم أفهم إيه اللي بيحصل حواليّا. طبعًا قعدت بقى جينات الفتي اشتغلت، وقعدت ايوه. أقول شوية أي كلام في أي كلام، مديري بقى الله يمسيه بالخير فِهِم وقام محوّل الموضوع اه. كده بعيد يعني. طلعك بره الدنيا. وبعد كده بقى قُلت لأ، أنا لازم أفهم في إيه، عارف هو لو إيه كنت اللي انا هُم مكانك بيتكلموا كنت اقول عليه؟ لهم ايه؟ انستا بيه يا جماعه بيحاول آه. بسرعه. اللي هو ده قمه الجهل بجد معاك. انستا بيه حاول بسرعه. تمام. فابتديت أقرا بقى، وابتديت أعمل بقى المكتبة اللي كنت باقول لك عليها، وجِبت امم. كتب في كل حاجة عشان أفهم. اكتشفت مثلًا إن أهلنا في عمان فعلًا عندهم مذهب مختلف، هم لا سُنّة ولا شيعة، امم. هم عندهم مذهب اسمه المذهب الإباضي. عشان كده هم دايمًا في المشاكل اللي ما بين الخليج وما بين إيران، هم تمام، ما فيش مشاكل، هم حمامة السلام بين الاتنين. فانت تعمقت قوي في القرايه في جميع كل حاجة بقى، كل الحاجات، مش اقتصاد بس. اتعمقت في ما كنتش لسه دخلت الاقتصاد، ده أنا اتعمقت الأول قريت في السياسة، وبعدين في الدين، والاتنين دول وصّلوني في الآخر لإن وصلت لمرحلة كده هو اشمعنى أمريكا الدولار بتاعها المعلّم على الكل؟ ليه مش أي عملة تانية؟ فابتديت أقرا في العملات، امم. إيه أصل العملة والعملة اتعملت إزاي، وليه الدولار هو البَاب الكبير وهو الدهب مش كانوا زمان بيقولوا العملة مربوطة بالدهب، هو إيه الحكاية؟ فابتديت أفهم من هنا أساسيات يعني إيه عملات، ومنها ابتديت أفهم اقتصاد، وفي نفس الوقت لمّا كنت بقى في شركتي في البحرين، ابتديت أفهم برضه شوية في الfinance في المحاسبة.
يعني ايه احسن لي ان انا اشتري شركه قائمه على ان انا احسن الشركه بتاعتي، عشان في الاخر حسابات المكسب والخساره تبقى عامله ازاي وشكلها عامل ازاي، تربط الحاجات دي كلها ببعضها. فلما نزلت هنا في مصر وابتديت اعمل بقى المحتوى بتاعي، قاعد بعمل محتوى عادي كله منلي عن البيزنس، لحد ما ابتدت بقى ايه، ابتدى يحصل تعويم، ابتدت يبقى في مشاكل اقتصاديه غريبه، الاسعار بتعلى، الاسعار بتنزل، ولاحظت الناس مش فاهمه. يعني إمم. هو المشكله الناس مش فاهمه، ومحدش قادر يشرح لهم بشكل مبسط. عادي جدا تقعد قدام التلفزيون هتقعد تسمع كميه مصطلحات مقعره ومكعبه مش تفهم اي حاجه. صح. طب ما نبسط الموضوع ده للناس ونبتدي نشرحه واحده واحده. وهنا بقى لما ابتديت اتكلم في الحاجات دي في الوقت اللي فيه مشكله فعلا والناس محتاجه تفهم، حصل بوم لكل حسابات السوشيال ميديا إمم. بتاعتي، مع ان ما كانش دي النية خالص. أصلًا. وابتديت امشي في الشارع ناس بتسلم عليا وبتاع وحاجات كده وانا. على فكرة حتى السنة اللي قعدت فيها في البيت يعني أظن إن هي قرّبتك من أولادك وعلّمتك حاجات جديدة أنت ما كنتش تعرف عنها حاجة، طبعا طبعا صح؟ طبعا. احكِ لي موقف طريف كده حصل معاك مع أولادك مثلًا وأنت مش عارف تتصرّف ومتلجلج كده وبتاع. بص انا الفكره ان انا كنت دايما لازم اودي ولادي الصبح واجيبهم بعد الظهر. في اوقات انا كنت ببقى ناسي، أنا يعني قاعد بقى بتنسى ان انت بتقوم بالدور ده. صح. فانت تبص تلاقي مثلا الولاد بيخلصوا شغل الساعه 3 ونص، خلصوا المدرسه 3 ونص، وانا قاعد بعمل حاجه بذاكر حاجه وبتاع، والاقي مثلا بنتي بتكلمني، بابا انت فين؟ يا نهار ابيض. ده أنا قاعد في البيت. ما انت برضو حتى ولو ان هو ده انت بتعمل الموضوع ده، ما انا مش متعود على كده. صح. يعني صح. حتى لو كنت مثلا ببقى في الخليج وشغال، بخلص شغلي الساعه كذا، فممكن اروح انا عارف الشغل هيخلص الساعه كذا، فانا بقوم طالع واخد الولاد ورايحين البيت. صح. ففي حاجه يعني في حاجات بتحصل. صح. حرقت أكل قبل كده؟ وأنت بص بتطبخ؟ يعني كتير. مالناش دعوه أنا بالقصه كنت دي. بادهن الشقة كل أسبوع عشان كنت باحرق المطبخ. طيب يعني الحمد لله. أنا عارف. اقول لك حاجه مثلا، حاجه قُل لي. لطيفه حصلت في الفتره دي، بما ان انا قاعد فاضي مفيش حاجه إمم. اعملها. فمثلا جبت قطه وكلب تمام. وصاحبتهم على بعض، أصلًا. وكان في الاول في خناقات بينهم هما الاثنين، لحد ما بقى ايه بقى امسك اقعد العب ده شويه والعب ده شويه جنب بعض لحد ما صاحبتهم على بعض. حتى واحد صاحبي قال لي يا ابني انت بتعمل ايه يا ابني، قطه وكلب اللي انت جايبهم في نفس الوقت في البيت؟ آه. فيعني فضى بقى فده بعيد فراغ، عنك. الفراغ ده أنت بتصنع حاجات جديدة، بس على فكرة أنت كنت محتاج السنة دي جدا علشان جدا. دي محطة لانطلاقة كبيرة عندك، صحيح فكنت محتاج تعمل التفاصيل دي كلها. صحيح. واللي عاجبني فيك إن أنت ما بتحسبهاش، اه إن أنت ماشي باستخارة وخطوة. بالظبط كده. ده شعار الحلقة، الحمد لله. باستخارة وخطوة. خالد أنا أعرف عنك إن أنت عندك حكاوي عن العفاريت، الجن، ومواقف طريفة معاهم. يا ترى ده حصل إزاي؟ لا هو صدقني مفيش حاجه طريفه معاهم. مش طريفة أصلًا فاهم، الشعر بيض من مش العفاريت. مش من قليل. يعني بص كنا في حاجه كده زي كامب كده في الصحراء، و ويقعدوا يحكوا لنا على الحاجات بقى وبتاع ومش عارف ايه. فاهم يا ابني الكلام ده يعني تصدقوا في الكلام ده يعني، طبعا في جن وفي عفاريت، بس مش يعني مفيش حاجات من دي بتحصل يعني. بس حصل كذا موقف ورا بعض. مره مثلا احنا انا كنت نايم لوحدي، انا كنت نايم مع ناس مش عارف هم صحيوا ومشيوا وسايبيني لوحدي في الخيمه دي، وسمعت لك كميه هوهوه رهيبه رهيبه. انا قايم على في حرب، فلقيت فعلا قمت من النوم في حته كده مفتوحه كده قدامي كده عشان اشوف فيها إمم. الطريق بره. لقيت لك في صف كلاب اسود وصف كلاب ابيض، والاتنين بيهوهوا لبعض. انا بمجرد ما وقفت زي الكرتون بالظبط لقيتهم سكتوا، والوشوش الاتنين ابتدت تتلف والاتنين بصوا لي. انا ما اعرفش ايه اللي حصل. انا يعني بعدها بثانيتين لقيت نفسي على بعد 100 كيلو تقريبا من أيوه، المكان. اتفضل عرض كاربت فاهم اللي انا هو يالّا مش بينا. هستنى. بس دي كانت مثلا حاجه من الحاجات مره مثلا كنا قاعدين برضو انا ومجموعه من صحابنا، وفي واحد صاحبنا كان في حته بعيده يعني هناك، فلقيناه جاي ومطرب وعرقان وحالته يعني نفسه مقطوع. ايه يا ابني مالك في ايه؟ ما فيش بس يعني بصراحه يا جماعه اللعبه ده ما هزار ده أنا مش عايز العبه تاني. انا قاعد على جنب كده بقى يعني هزار بيقول ايه ده؟ يقول لك بصوا احنا قعدنا نجري ورا بعض حوالين العربيات، انا جريت فوق ال 100 مره لحد دلوقتي انا نفسي اتقطع، وانا مش عارف انتوا بتطلعوا منين وتدخلوا منين. قال له يا ابني مين يعني؟ قال له هو خالد اهو جنبك اهو، اهو اللي كان كل شويه ينط وينزل وبتاع. قلت له
انا يا نهار ابيض. انا كنت بنزل. قال لي، قلت له يا ابني انا بقالي هنا ساعتين ما اتحركتش من مكاني. يا نهار ابيض. فلا بص، الحتت اللي فيها صحراء مم. وحتت بعيده عن العمران ما تمشيش فيها لوحدك بجد. بتحصل حاجات غريبه، واحنا هواة بقى الكامبينج والحاجات دي، وان انت لما ما تبقاش لوحدك ما ابدا. تروحش كامبك تاني. هتتفسح. انت شكلك اتفسحت وعندك موقف تانية. ما انا وواحد صاحبي مثلا كنا قاعدين وسمعنا حد بيئن من بعيد، اه فبيقول لي تعالى ان يكون في حد كلب عض ولا حاجه. طبعا بقى لا في قمر ولا في حاجه وسواد. اه طب تعالى نمشي نشوف في ايه. كل ما نقرب شويه من الصوت ما بيقربش مننا، يعني انت ماشي في اتجاه الصوت بس كان الصوت عايز يسحبك. تمام. انت يعني لو على بعد الصوت على بعد مثلا 300 400 متر منك، فهو هيفضل ثابت وانت ماشي والصوت شغال معاك برضه، حد بيئن كده من بعيد. فبيني وبينك انا مع المشي كده انا حسيت ابتدت يعني شعري اشعر كده. فببص ورا، لقيت لك اللمبه بتاعت الكامب بتاعتنا بقت قد كده. قلت له بقول لك ايه؟ قال لي ايه؟ قلت له ما تيجي نرجع. قال لي يا عم لما نشوف قلت له نشوف، انت شايف الكامب بتاعنا فين؟ الكامب بتاعنا كان على بعد لا يقل عن نص ساعه مشي. يا نهار ابيض. احنا مشينا نص ساعه مش حاسين. بور الصوت طب اللي احنا هنروح هو فين بقى يا باشا؟ هو اصلا مش موجود. نرجع بقى عشان كفايه علينا كده. بدي نداها يا معلم. كنا نتسحب في الصحراء ولا ما الله اعلم ده ايه بقى يا اخويا. اه ده حكاوي مع العفاريت لا مش لطيفه. يا خالص ما طلعتش لطيفه. انا كنت فاكر ان هي لطيفه. لا خالص. طيب انا والله مبسوط جدا بالحلقه دي والله انا وبيك. كمان والله جد. وحقيقي حقيقي انت شخص ملهم وحقيقي تسلم جدا. يا حبيبي، ربنا يخليك يا رب من ذوقك والله. انا عندي بقى طلب. قول لي. احنا بنلعب لعبه بسيطه، انك انت هتسيب رساله او نصيحه للضيف اللي يجي بعدك ومش هيعرف غير لما يشوف الحلقه بتاعتك وبتاعته. امم يعني في حلقه زي اللي احنا فيها دي، الرساله الوحيده اللي في بالي دلوقتي، خليك نفسك. احكي بكل بساطه عن تجاربك، عن اللي شفته في حياتك، عن الحاجات اللي رفعتك وعن الحاجات اللي نزلتك. لو في حاجات غلط اتعملت، كلنا بنعمل غلطات، محدش حياته كلها صح ولا حياته كلها غلط. بل بالعكس، الصح والغلط الاتنين عبارة عن مجموعة من الخبرات بتوصلك للكرسي اللي انت قاعد فيه النهاردة ده. فخليك نفسك، احكي براحتك بس. ده جوه البودكاست. اه طيب لو حاجه في شغله مثلا، في حياته، حاجه انسانيه ممكن تقولها له؟ هقول لك. في آية في سورة الحديد ربنا بيقول فيها: كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. أي حاجة هتحصل في حياتك هتهدك، حاسس إنها كسرتك، ما تحزنش عليها، لأن في رب شايف وهو اللي حاطط لك الموضوع ده في طريقك عشان تتعلم حاجة. صح. ولو جات لك حاجة كويسة جدا والدنيا طلعتك فوق ولقيت نفسك بقيت حاجة عظيمة، تفرحش قوي برضه، لأن زي ما ده كان اختبار، ده كمان اختبار. كلها اختبارات. المطلوب من الآية دي حسب فهمي أنا البسيط ليها، إن أنت تبقى معتدل في كل حاجة، لأن أنت ليك دور هنا في الحياة بتعمله، وكلها يومين 3 والوقت ده بيخلص. فأنت اعمل الدور، ما تفرحش أوي بحاجة، ما تحزنش أوي بحاجة، لأن أنا مرّيت بالاتنين، مرّيت بالفرحة أوي، ومرّيت بالحزن أوي، ولمّا تبُص دلوقتي صدّقني والله كل واحد. صح. انا متشكر جدا تسلم يا حبيبي. بجد. خلصنا حلقتنا ويلا بينا. يالّا بينا.